السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مصيبة جديدة يتسبب فيها حكم مهيطة لابن مليكة الهبلة. مصيبة كبيرة جدا لأسر كتير من المصريين والعمال اللي هم شغالين في صناعة الدواجن في مصر والملاك لمزارع الدواجن في مصر. عبد الفتاح السيسي بغبائه المعهود وبهطله اللي احنا بنشوفه كل يوم. زي ما حضراتكم شفتوا رفع الجمارك على العلف وعلى الأدوية الخاصة بصناعة الدواجن، وفي نفس الوقت قام رافع الجمارك عن استيراد الدواجن المجمدة اللي احنا ما نعرفش اصلا عنها حاجة، اللي ممكن تكون صلاحيتها منتهية. وكانت في مشكلة كبيرة في الثمانينات بسبب استيراد الدواجن اللي كان معظمها غير صالح للاستخدام الآدمي. و يعني يعني الحاجات دي كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي لدرجة ان في ناس ماتت وناس عيت وناس حصل لها امراض كتيرة جدا بسبب استيراد الدواجن المجمدة. واحنا كنا لحد فترة قريبة جدا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، غير طبعا ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من البيض، لان الجيش دلوقتي ما شاء الله عنده كتيبة كاملة اسمها كتيبة البيض، بتنتج بيض، بس الحقيقة البلد كلها بقت بيض يعني، بس ما علينا. فيعني هو رفع اسعار الدواجن، رفع اسعار العلف اللي موجود في مصر، حط عليه جمارك، واسعار الادويه اللي بتستخدم في الدواجن في مصر حط عليها جمارك، زود الجمارك والضرائب بتاعتها. وفي نفس الوقت قام شايل الجمارك على ايه الحاجات المستورده، الفراخ المجمده اللي بتيجي من بره. ده معناه ايه بقى؟ معناه كده ان هو قتل الصناعة الدواجن في مصر على الإطلاق، والناس اللي شغالة في الصناعة دي طبعا هتشحت وهتمشي، لأن هم مش هيقدروا ينافسوا السعر بتاع المنتج الرخيص اللي جاي من بره، اللي غالبا بتبقى جودته سيئة جدا، وغالبا بتبقى صلاحيته منتهية، وغالبا بتبقى غير صالحة للاستخدام الآدمي. يعني لو سيبنا حتى القصة بتاعت ان الناس اللي هتتشرد، في مشكلة صحية يا جماعة خطيرة جدا. الحاجات المجمدة اللي بتيجي من بره دي ما احناش عارفين هي مذبوحة اصلا ولا لا. الحاجة التانية زي ما قلت لحضراتكم حصلت كتير في مصر قبل كده، كان عندنا مشكلة في الثمانينات والتسعينات كبيرة جدا من استيراد كميات ضخمة من الفراخ المجمدة الغير صالحة لآدميا. الغير صالحة دي بتبقى فترة صلاحيتها منتهية، فبيبقى سعرها رخيص جدا، فالمستورد بيجيبها يوزعها في السوق ومش فارق معاه الناس تموت. وغالبا بيبقى المستوردين من الناس ايه؟ الكبار، مش من الناس العادية، يعني المستوردين ايه؟ الكبار. طيب المشكلة ان انت قتلت الصناعة اللي جوه مصر، هتشرد الناس اللي شغالين في الصناعة دي، معنى كده انت هتزود البطالة اللي هي اصلا عالية. الحاجة التانية، انت بتشجع الناس على الاستيراد، فمعنى كده ان انت هتزود الطلب على ايه؟ على الدولار. هم مش هيستوردوا بالجنيه المصري، هم هيستوردوا بالدولار. بالتالي سعر الدولار فعلا طلع في البنك المركزي بقى ب 18 جنيه وربع في البنك المركزي يا مؤمن. ف يعني ده بيدل حضرتك ان الراجل ده حمار بشكل غير عادي. يعني الناس اللي شغاله وكانت بتاكل عيش دي كلها يعني هيتخرب بيتها. وعبد الفتاح السيسي كمان بيساهم في رفع سعر الدولار، لان انت كل ما تستورد اكتر، كل ما هتستخدم دولار اكتر، كل ما سعر الدولار هيعلى قدام الجنيه، لان انت ما بتنتجش، انت قاعد تستورد تستورد تستورد. فالقرار ده الحقيقة قرار يعني ده بقول لحضراتكم بيدل على حاجة واحدة بس: الراجل ده لا يصلح لشيء، لا يصلح ان يكون زبال واقف على باب مدرسة. ما يصلحش عبد الفتاح السيسي يا جماعة، ما يصلحش انه يبقى حتى زبال. القرارات اللي بتتخذ دي واضح جدا ان مفيش اي نوع من التفكير ولا اي نوع من الخبرة في اي شيء على الاطلاق. يعني مش ممكن احنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا جدا لأقصى درجة. وفي وسط كل الظروف دي، وفي وسط كل الدمار اللي انتوا شايفينه ده، عبد الفتاح السيسي مسافر بكرة الإمارات. عارفين مسافر ليه؟ علشان يحضر الاحتفالات بتاعة الإمارات، العيد القومي للإمارات. من امتى كان في أي رئيس لمصر بيروح يحضر عيد لدولة زي الإمارات، عيد القومي بتاعها؟
ده غير طبعا انه كان بيروح عيد ميلاد زي ما فاكرين السنه اللي فاتت لما راح حضر عيد ميلاد بن زايد وكان بيقطع التورته معاه. ايه الهبل ده؟ الناس اللي بتأيد السيسي يا جماعه ما بيشوفوش الكلام ده، يعني احنا بس اللي بنشوفه. انا نفسي حد بس يقول لي هو احنا بس اللي بنشوف الكلام ده؟ الكلام ده على فكره موجود على جريده وطن. خش، وجريده طبعا يعني مخابراتيه من الدرجه الاولى. ادخل شوف خبر ان السيسي رايح بكره مخصوص علشان يحضر الاحتفالات بتاعه الامارات. اي مهانه احنا وصلنا لها في عهد عبد الفتاح السيسي. والاماراتيين لما يشوفوا بقى يعني يشوفوا عبد الفتاح السيسي رايح يبوس الجزم، يبوس جزم حكام الامارات عشان يحضر الاحتفالات القوميه بتاعتهم، يا ترى هيتعاملوا مع المصريين ازاي؟ يا ترى الخليج كله بيبص للمصريين اللي شغالين في الخليج ازاي لما اللي هو بيقول نفسه ان رئيس مصر يروح بالشكل المهين ده يروح يبوس الجزم؟ تفتكروا المصري هيتعامل ازاي في دول الخليج بعد المنظر ده، وبعد لما راح قطع التورته في عيد ميلاد الولد المتخلف بتاع الامارات بن زايد ولا مش عارف ايه؟ يعني اي مهانه. مش ممكن تلاقي اي حد حكم مصر اهان مصر زي عبد الفتاح السيسي الاهطل. فعلا قمه وبعدين يعني على مثلا سبيل المثال القمه العربيه اللي هو ايه راحها وكان فيها جبهه البوليساريو اللي هي الجبهه الانفصاليه. طبعا لما هو راح يعني وهو قبل كده استقبل ناس من جبهة البوليساريو، طبعا ده اغضب المغرب، اغضب دولة المغرب، لان دي ناس عايزة تنفصل عنها. ايه بقى نتيجة الغضب ده؟ المغرب غضبت من مصر وغضبت من نظام عبد الفتاح السيسي، فادت 2.5 مليار دولار لاثيوبيا عشان تساعدهم في موضوع سد النهضة. مين بقى اللي لبس اسود في الموضوع ده؟ انا وانت والشعب الغلبان اللي هيشرب من الميه. يعني انا عايز بس اوري حضرتك ان تصرفات عبد الفتاح السيسي في الاخر بتنعكس على المواطن العادي، المواطن العادي اللي بيعاني من الغباء. يعني احنا مثلا ايه علاقتنا بموضوع البليساريو ده؟ ايه علاقتنا بموضوع الصحراء؟ يعني لو انت يعني مش عايز تبقى واقف مع المغرب خليك على الحياد بحيث ان انت ما تزعلش اي طرف، ده لو انت عندك ذرة من الفهم يا حمار. لكن لما تروح تاخد طرف، شيء طبيعي ان الطرف الثاني هيبقى رد الفعل، الطرف الثاني هنا اللي هو المغرب. فيعني احنا كده عبد الفتاح السيسي عقد اكتر موضوع سد النهضة وسرع اكتر في يعني اكتمال سد النهضة. فكل التصرفات اللي بيعملها عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لكم يا جماعه بامانه ده شخص مهيطل حمار لا يفقه شيء على الاطلاق. وهو يعني الشخص العسكري دايما يا جماعه اللي هو بالذات بيبقى رتبه كبيره بيبقى معتقد ان هو بيفهم ومعتقد ان هو يعني شخص عظيم، لكن هو مش واخد باله ان كل اللي بيسمعوا له عشان مصلحه. يعني لو ضابط بيبقى اقل منه في الرتبه بيبقى في حاجه اسمها التقرير، لو خد اقل من الممتاز في التقرير بتاعه الضابط ده ما بيترقاش. الحاجة التانية لو مجند يعني عايز يقضي فترة تجنيد ومش عايز مشاكل وعايز ورق التجنيد بتاعه يخلص من غير مشاكل. فالناس دي طول عمرها يعني بتقعد تسمع الناس بتعظم فيها وتقول لها ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده، فهم معتقدين ان هم بيفهموا بعد فترة من الزمن، هم معتقدين ان هم عباقرة وبيفهموا، مش واخدين بالهم ان الناس كل السنين دي بتنافقهم علشان مصلحة مش عشان هم بيفهموا ولا حاجة. فهو عبد الفتاح السيسي الناس كلها بتنافقه من زمان، من لان هو طول عمره حمار عسكري ما يعرفش اي حاجه، ما عندوش اي خبره في اي حاجه. فهو يعني عبد الفتاح السيسي معتقد انه بيفهم ومعتقد ان اللي بيعمله ده صح، مع انه هو كده بيلبس مصر كلها في الحيطه. كل اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي بيلبس مصر كلها في الحيطه. يعني مزرعه كده صناعه الدواجن واللي هي الصناعه يعني موجوده وكانت يعني مغطيه حجم كبير من السوق المصري كده اتدمرت. وغير ان المصريين صحتهم تعبانه، صحه المصريين هتتدمر لان احنا مش عارفين الحاجات المجمده دي هيبقى فيها ايه اساسا، وهتدمر الاقتصاد معاها لان الطلب بتاع الدولار هيزيد على الدولار. وكمان راح عمل مشكله مع المغرب، فالمغرب هتساعد اثيوبيا عشان يخلصوا سد النهضه بسرعه وادوهم 2.5 مليار. مين بقى؟ اسال نفسك السؤال ده، مين اللي بيدفع الثمن؟ اللي بيدفع الثمن عبد الفتاح السيسي؟ لا، مش اللي بيدفع الثمن عبد الفتاح السيسي. اللي بيدفع الثمن كل المصريين، كل المصريين العاديين اللي هم
مش مليارديرات، الناس العادية، الناس اللي هي الفئة المتوسطة، الفئة المطحونة. عشان كده اي حد بيأيد السيسي يا جماعة لازم يفكر ولازم يبص. وسيبنا من فكرة التعصب وسيبنا من فكرة الاهلي والزمالك والكلام ده. لازم نفكر بشكل واقعي. وجود عبد الفتاح السيسي كل يوم في خطر على وجود مصر نفسها. يعني فعلا مصر هتبقى مهددة في وجودها مع استمرار حكم عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله بكرة يكون احسن. ان شاء الله نكون متفائلين. الثورة جاية ان شاء الله. ولازم لازم الظلم يزول في يوم من الايام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.